هي دي الطحينة البيتي الجميلة بنعومتها بريحتها بطعمها. هنعملها بمكونات المصانع لكن هنعملها بطريقة بيتي مضمون نظافتها ومعروف مكوناتها ايه، بقوام زي ما انتوا شايفين كده، بنعومة وبطعم وبريحة. يلا بينا على قناة بيتو. اهلا بيكم حبايبي، منورين قناه بيتو تشانل. معاكم داليا وهنعمل الطحينه. زي ما انتم شايفين، اول مكون معايا السمسم الابيض، بنجيبه من عند العطار. هحط كوبايتين سمسم ابيض في الطاسه بتاعتي، والطاسه هرفعها على النار على حراره متوسطه، وهيبقى ايدي فيها بقلب فيها. مش عاوزه السمسم ياخد لون، انا بس مجرد ما هو يسخن ويبتدي ريحته تطلع والزيوت تبتدي تظهر، وفي نفس الوقت مجرد ما احط ايدي احس بالسخونه. بصوا كده النار عاليه، هبتدي اهدي النار تبقى نار متوسطه. هشتغل كل الوصفه على نفس درجه الحراره دي. تمام. وانا ايدي في قلب الطاسه ما سيبهاش عشان ما يتلسعش وعشان ما يتحرقش. اوكي، لو خد مني لون بسيط مفيش مشكله يعني، لكن هو يفضل ما يبقاش فيه لون عشان مش عاوزينها تبقى غامقه قوي. تمام. عاوزه اقول لكم الطحينه مهمه جدا في البيت. بصوا انا حطيت ايدي لقيت السخونه حلوه متحملاها، خلاص كده شلتها وهجيب المكون التاني. المكون التاني هو السوداني ده برضه بجيبه من عند العطار، لان انا مش عاوزاه مملح، عاوزاه سوداني عادي بتاع الحلويات. فلو هتجيبيه من المقله لازم تفهميه ان هو ما يكونش مملح. هحط كوبايه واحده بس، طبعا بعاير بنفس الكوبايه من اول الوصفه. ممكن تزودي بس مش عاوزين نضيع طعم السمسم وحلاوته، فانا اكتفيت بكوبايه واحده. وفي نفس الوقت السوداني بيدي تسكيره في الطحينه، فانا برضو مش عاوزه اغطي على طعم السمسم، فكوبايه واحده حلوه قوي. برضو هعمل نفس الوضع، يعني هقلب فيه لحد ما يسخن لحد ما يطلع الرطوبه اللي فيه. تمام. وطبعا لما بخلص هقوم حطاه انا اقلاه في بوله، وهرجع اشوف المكون التاني اللي معانا هيكون برضو ايه. هي بسيطة جدا وهي مش مكلفة قوي، حتى لو مكلفة كفاية ان انت عاملاها في البيت، واكيد اكيد هتبقى اوفر من ما تجيبيها بره. وكفاية ان هي نظيفة، وكفاية ان انت عاملاها بقوام مناسب، مش محطوط عليها خلطات كتيرة ومضيعين فايدتها. المكون التالت بقى وهو الدقيق، حطيت كوباية واحدة دقيق مش اكتر من كده. انا عملت على فكرة على القناة فيديو قبل كده للطحينة كانت بالسمسم بس، ولكن المرة دي انا حبيت اعملها بطريقة المصانع. كل حاجة وليها ميزة. وبس احنا مش هنكتر، يعني اكيد المصانع بتحط المكونات دي لكن اكيد مش بتحط الكميات دي. يعني ممكن يبقى كوباية السمسم عليها مثلا كوبايتين سوداني على كوبايتين طحين او دقيق، فالموضوع اكيد هيفرق عشان يكسبوا، عشان الكميه تزيد. المهم بعد ما عملت كده سخنت المكونات بتاعتي، هبتدي امسك بقى ايه المطحنه بتاعتي. ضربتهم في المطحنه زي ما انتم شايفين كده. انا مش محتاجه يوصل للقوام ده، انا لسه هضرب تاني بس بوريك الخطوه دي. ضربتهم لحد ما اتكسروا كده، انا هرجع تاني اضرب واوريكي النتيجه اللي انا محتاجاها، عشان هتفرق قوي في النعومة وفي القوام بتاع الطحينة. هرجع تاني اكمل وارجع لكم. ادي بعد ما زودت الخلط، بصوا عملت ازاي، عملت زي العجينة. هو ده القوام اللي انا محتاجاه. طبعا بتشغلي الكبه وتفصلي كل شويه عشان ما تبوظيش الكبه معاكي. بصوا مطلعه حتى الزيوت بتاعتها لو واضحه في الشاشه، وعباره عن عجينه كده. طلعت كل الزيوت واتخلطت كويس واتطحنت حلوه قوي. هكمل بقيه الكميه على نفس الوضع ونرجع نشوف الخطوه اللي بعد كده، وبرده نفصل ونشغل الكبه عشان ما بوظوش الكبه. تمام. شايفين كده الكمية كلها بعد ما خلصت. هبتدي بقى هستخدم بقى، خلاص مرحلة الكبة خلصت، هستخدم دلوقتي الخلاط بتاعي. هبتدي احط اول مكون فيه، هحط الزيت بتاعي. هقول لكم الكمية في الاخر اخدت قد ايه، وكده كده هكتب لكم تحت الفيديو هكتب لكم المقادير كلها. حطيت نص كوباية زيت،
هبتدي بقى اشغل الخلاط والزيت موجود فيه بس. الخطوة دي مهمة جدا، فعلا فرقت قوي في الطحينة. مش بتخليها ترقد في اخر حبة مثلا في البرطمان، ومش بتخلي الزيت يفصل ويعوم على الوش خالص. بعد ما ضربتها كده، ضربتها حوالي دقيقة، هحط بقى بقية المكونات. طبعا السمسم بالسوداني اللي احنا خلطناه في المطحنة. هخلط بقى المكونات دي كده مع بعضيها. تمام. وبعد كده هضيف المكون بتاعي الدقيق اهو، وهضرب برضو خلط بسيط لان طبعا القوام بيتقل. بعد ما خلطت خلط بسيط، هجيب بقى نص كوباية زيت وهضيفها تاني. يبقى احنا ضفنا نص كوباية في الاول وضربناها قبل ما نضيف اي مكونات، وبعد كده بعد ما ضفنا المكونات ضفت نص كوباية زيت، وهبتدي اخلط المكونات واقلب كده من الجوانب واجيب من تحت عشان بيبقى فيه جزء بيبقى مكلكع كده. لازم ايه ادمج كل المكونات عشان تطلع الطحينة كلها ناعمة وكلها مطحونة حلو. تمام. هضرب بقى ضرب كويس جدا، وبرضو على اعلى درجة لحد ما ما اخلي كل المكونات تبقى مندمجة كلها كده. بقى هنبص على القوام بتاعها. بصوا كده القوام بتاعها انا شايفاه ان هو لسه تقيل شويه. ليه؟ لان هي لما بتريح او لما بتيجي تعمليها سلطه بتتقل. فانا هعمل ايه؟ هضيف كمان نص كوبايه، بس النص كوبايه دي هضيفها بالسرسوب حبه حبه من فوق خالص. اهو بصوا اهو، حبة صغيرين كده. وكل ده انا بضرب الخلاط، يعني كل ده الخلاط شغال وانا فاتحة من فوق وبحط شوية بشوية خيط رفيع كده لحد ما اخلص النص كوباية. خلاص كده هنرجع بقى نشوف القوام بتاعنا وننزلها في برطمان ونشوف الشكل العام بتاعها ايه. بصوا شكلها عامل ازاي. بصوا اوعوا تقولوا ان هي خفيفه، لا هي مش خفيفه، هي كده قوامها حلو جدا. عاوزه تقللي الزيت وتسيبيها اتقل من كده اوكي، بس هي كده قوامها مظبوط جدا. وهتشوفوا بقى معايا لان احنا لسه كمان ضاربينها، فكل المكونات سخنت من الاجهزه غير ما ان احنا كنا مسخنينها على البوتاجاز. فلما تريح بقى وتحطيها في البرطمان كده، اتفرجي عليها هتلاقيها جميله جدا. شايفين بقى لونها اولا حلو قوي عشان ما حمرناش المكونات، لونها معقول زي اللون اللي احنا بنجيبه من بره، قوام تقريبا زيه لكن المكونات طبعا احلى بكتير ونظيفه. شايفين ملت برطمان حلوه قوي، كمية جميلة. عاوزة اقول لكم ريحتها حلوة قوي قوي. انا بحب جدا جدا الطحينة، بحب اكلها كده. طبعا الطحينة بتدخل في حاجات كتير. ممكن تعملي فيها تعملي بيها سلطة طحينة العادية جنب اي حاجة مشويات، سمك مشوي او كفتة او طرب او اي حاجة او فراخ. وكمان بتتعمل على البابا غنوج، بتتحط على البابا غنوج او بتتحط على سلطة نعمل بيها سلطة الحمص. بصوا البرطمان جميل ازاي، وكمية حلوة مش وحشة. كل ده عملناه بكوباية دقيق، كوباية سوداني، كوبايتين سمسم، بس كده. فحلو جدا جدا. وكمان بتبقى موجودة عندك في البيت. تقدري بقى تستخدميها في اي وصفة، ما توقفيش وصفتك عشان الطحينة مش موجودة. بصوا هنعمل دلوقتي سلطة طحينة سريعة. هضيف كده حوالي 3 معالق مثلا من الطحينة. بصوا هتشوفوا بقى سلطة الطحينة لما تتعمل هتبقى شكلها ايه. نمسح البرطمان بتاعنا قبل ما نعمل السلطة، وبصوا القوام بتاعنا هنا قبل السلطة. هضيف بقى شوية مية كده واقلب. بصوا بقى القوام هيبقى شكله ايه ولونها. بصوا زي ما بتجيبوها من بره بالظبط. شايفين؟ هضيف تاني مية طبعا، وهضيف شوية خل محترمين اهو.
هفضل كده اضيف ميه على حسب القوام اللي بتحبوه في السلطه، كل واحد بقى زي ما بيحب. في بيحب خفيفه وفي بيحب تبقى تقيله، زي ما انتي بتحبي اعمليها. وبعد كده هضيف لها يا دوب يعني شويه صغيرين جدا من الثوم المطحون. عندك ثوم باودر عاوزه تستغني عن الثوم الفريش اوكي براحتك. وحطيت شويه ملح وشويه كمون وشويه شطه حلوين كده. مش هضيف اكتر من كده. طبعا لو في شويه بقدونس ممكن تضيفيهم او تجرنشي فيهم او يعني تزوقي بيهم الطبق، زي برضو ما تحبي او حسب المتاح. بالنسبه لي قوامها حلو جدا. احطها بقى في طبق التقديم. شايفين شكلها رائع. عاوزه اقول لكم لما تهدى شويه هتلاقوها تقلت كمان سيكه عن كده. طعمها انا دقته دلوقتي، طعمها حلو جدا ومظبوط. ما عنديش بقدونس فاضطريت ان انا اقطع ترانشات فلفل حامي كمنظر. اتمنى الوصفه تكون عجبتكم وما كنتش طولت عليكم، بس بجد جربوها. ودول كان شويه طحينه باقيين مره قبل كده عملتها. الطحينه حلوه لحد اخر حبه، ولا لازقه في البرطمان ولا فاصله ولا اي حاجه. الى اللقاء في وصفات جديده. ومش هوصيكم لو عجبتكم الوصفه اعملوا لايك واعملوا شير ووصلوا الوصفه لاكبر عدد من الناس.